ايه رأيكم في كمية البقسماط دي؟ الكمية دي من كيلو دقيق واحد بس عملت لي كيلو ونص من البقسماط. البقسماط دلوقتي معدي 100 جنيه، يعني كيلو ونص في حدود 150 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده، بقسماط هش جدا وخفيف. وزي ما انتوا شايفين الكمية قد ايه من كيلو دقيق واحد. تعالوا نشوف المقادير. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كوباية الا ربع من الزيت على سمنة، عايز تحط زيت بس براحتك، عايز تحط سمنة على زيت تمام، ده مفيش مشكلة. عندي معلقتين من السكر كبار، رشة ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكيلو دقيق. وعندي لبن رايب للعجن. اللبن ده كنت جايباه قطع مني، شيلته هعجن بيه. لو ما عنديش اللبن ده اعمل ايه؟ لا، مش عايزه اجيب لبن، مفيش مشكله، اعجني بميه عادي ويطلع معاكي زي الفل. الافران مفيش حد بيعجن بلبن، احنا بس اللي بنحب نطعم الحاجه في البيت شويه، وبنعملها بلبن او لو موجود عندنا. دلوقتي كمية السمنة زي ما انتوا شايفين، سبت حوالي معلقتين كده بس للم العجينة في الآخر. وفضيت السكر وهفضي الخميرة ورشة البيكنج باودر احطها على الدقيق. تمام. وطبعا ما تنسوش رشة الملح. هشغل العجينة، اقلب المكونات كلها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنزل بالدقيق. تمام، مفيش اسهل من كده. مفيش عجينة، عجينة على ايدك عادي، طبق بلاستيك كده وهتعجني، مش تاخد معاكي العجينة 5 دقايق. اهم حاجة تعملي حاجة نظيفة في بيتك، ومش هتكلفك كتير، ومش هتشيلي هم حاجه طول ما الحاجه دي موجوده في البيت. مش هتشيلي هم الولاد اللي هم ياكلوا ولا ما ياكلوش. الحاجه دي طول ما هي في البيت بتبقى يعني بتستر البيت. تمام. واهم حاجه نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هفضي بقى كميه الدقيق اللي هي عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما بزيدش عن كده عشان طبعا ما يفرطش معايا. البقسماط لما تكتري البيكنج باودر فيه هينفش قوي، احنا عايزينه هش مش منفوش قوي. تمام. هعجن بقى واشوف محتاجة مية تاني ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده، هحتاج شوية سوائل تاني. اهم حاجة ما تزوديش السوائل عشان ما تضطريش تزودي دقيق. مجرد ما العجينة تتلم معايا انا هوقف دلق مية خالص. تمام. انا دلقت كمية اللبن اللي كانت معايا. كمية اللبن دي كانت كيلو الا ربع من اللبن، قطع مني وهعجن بيه. عجنت بيه زي ما انتوا شايفين، والعجينة هنا خلاص خلصت اهي. سبتها تستريح شوية. انا ما بسيبهاش تخمر، انا بسيبها تستريح شويه. العجينه زي ما انتم شايفين لسه معجونه اهي. هسيبها بس تستريح لمده 5 دقايق كده. تمام. وبعد كده هغطيها بغطا كده بكيس، وهقطع منها وافرد على طول. عجينه البقسماط ما بتستريحش قوي، لو سبتيها تخمر هتلاقيها مطت معاكي ومش تبقى شكلها حلو. عندي هنا كوبايه ونص من السمسم او كوبايه حسب ما انت عايز تحطي السمسم ده عليه شويه حبه البركه حطي. تمام. جبت معلقتين من الميه بالشكل ده، ادلقهم بقى على البقسماط كده علشان عايزاه يتبل شويه، علشان لما اجي احط البقسماط يشيل معايا ايه، شويه سمسم معايا، يرقص شويه سمسم يعني لما اجي احط عجينه البقسماط عليه بالشكل ده. وعندي طبق تاني فيه ميه، وعندي معلقه سكر كبيره زي ما انت هتشوف دلوقتي. الميه دي ليه؟ عشان ابل بيها البقسماط عشان يلزق معايا في السمسم. تمام. كمان اللون السكر بالذات بيخلي لون العجينة كده لونه محمر، يعني من غير ما تشغلي شواية ولا اي حاجة. اللون التحميرة دي بتيجي من السكر نفسها. هاخد بقى حتى عجينة صغيرة كده وافردها على الرخامة. وشوف الخطوات، خطوات سهلة جدا. جربي في كوبايتين دي هتلاقي نفسك عملتي كمية كبيرة. طبعا مقاس البقسماط على قد ما انت عايزة، حجم كبير حجم صغير براحتك. انا بليتها في المية كده، وبعد كده بليتها في البقسماط زي ما انتوا شايفين. هعمل كمان قدامكم واحدة، احطها في الصاج بالشكل ده كده. حابة ما تعمليش سمسم، ما تعمليش ابرمي، حطي على طول في الصاج لو انت عايزاه سادة. ممكن تبرميه وتجيبي شوية كمون كده براحتك برضه.
النهارده هنعمله على حرف اس. زي ما انتوا شايفين هعمل معاكم واحده كمان. وعلى فكره التشكيل سهل، عايز تعملي طويل اعمليه، عايز تعملي على حرف اس براحتك. هعمل على حرف اس وهعمل على حرف دايره. اهم حاجه الطعم نفسه. بس بصوا، تشكيل سهل جدا. احنا بنعمل شكل اس بس ايه، عشان الولاد يفرحوا بيه كده ويحسوا ان احنا عاملين حاجه غريبه فياكلوه، يعني يحبوا الحاجه. يعني حاول على قد ما تقدر تخلي الحاجه حلوه، شكلها حلو في البيت علشان تعجب ولادك. خلصنا الكميه كده، وعملت شويه برضو من الطويل زي ما انت هتشوفي دلوقتي. عملت شويه حرف اس وشويه من الطويل بالشكل ده. بس شكلته بحبه البركه بقى عشان السمسم كان خالص عندي. بس حبه البركه مديه طعم حلو. وزي ما انت، زي ما قلت لك، لو ما عندكيش حبه البركه ولا سمسم، عندك كمون، حطي كمون خشن. هيدي طعم حلو قوي، وحلو قوي كمان للمعده الصبح لما تيجي تاكلي حاجه بكمون. بصوا البقسماط هش ازاي ومحمص. انا هنا الصاج ما كانش مدهون اي حاجه، وانا حطيته كان يعني انا كنت غسلاه ونشفته كان لسه ساقع. المفروض ان انا ادهنه بقى لما يكون ساقع كده، ادهنه باي حاجه، بزيت او اي حاجه. انا حطيت البقسماط كده، فبالراحه بقى وانت بتشيليه. بصوا ما شاء الله اللي هو الحرف الاس عمل ايه، شكله حلو قوي وهش. عمل معايا الكميه الجميله دي. طبعا انا بحطها في علبه كده محكمه الغلق، بحافظ عليها من اول واحده لحد اخر واحده، بتلاقيها مقرمشه معاكي وزي الفل. بصوا الجمال، كل لون واحد وهش كده من جوه نفش. حاجه شكلها حلو قوي. بس طبعا انا عامله احجام كبيره، عايز تعملي على قد تقطيعة ايدك انتي اللي هتعملي الحرف الاس. وطبعا لازم كوباية شاي يا جماعة، لازم السقسقة دي كده. الواحد بيبقى مبسوط بحاجته كده وهو عاملها، تبقى مبسوطة لما تكوني عاملة حاجة كده من حاجات بسيطة. تلاقي نفسك عملتي حاجة بتتباع بره غالية، وانت عاملاها بحاجة رخيصة في البيت. بتبقى مبسوطة بالنتيجة بتاعتك كده. وبتبقى مبسوطة اكتر لما بتلاقي ولادك كده كل شوية يجيبوا ياكلوا منها. يعني حاجة بتفرحك، اللي حاجة موجودة في سطر البيت عندك. يا رب الفيديو يكون عجبكم وأكون دفع خفيف عليكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم على البصمات الجميل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البقسماط عايز جبنة، جبنة بيضة كده وتقعدي تغمسي فيه، تحفة بجد.